السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حكاية عائشة في حلقة مثيرة من مسلسل حكايتي هروب منار وكيفاش لقاها صابر. ما تبخلوش عليا حبيبتي باللايك وشكرا لكم. في هذا المشهد هذا كنشوفوا فاروق كيفطر مع باه ومع مو ريم، وكيقول لي بابا انا اليوم غنعس معاك. اما جيهان بقات تشوف امها منار لانهم كانوا كيوجدوا ديك الليله باش يهربوا من الدار ديال صابر. وفي هذا المشهد هذا كنشوفوا عمر اللي جات عنده واحد السيده قالت لي اش كدير انت هنا، شكون انت؟ قال لي انا وليت خدام مع السي حسن في هاد الفواكه والخضر. قالت لي وعبر لي هاد الشيء، يعني مطيشه وبطاطا وجيبهم لي، وعطاتو العنوان. اما شيرين اللي خدامه في متجر ديال الثوب عند صاحب باها، وهي ما حاملاش تخدم، واللي جا من الزبائن كتجري عليه. قالت للسيده هاد الثوب زوين، بعد ما اختارته ديك السيده قالت لها راه خيطت منه. قالت لها وعلاش ما جيتيش بنتي لابسه كون شناه؟ قالت لها لا راح نتقفز وتكمش. ملي سمعات ديك السيده ديك الهضره اللي قالت لها على الثوب، طبيعه الحال ما شراتش ومشات في حالتها، وبقى صاحب المحل غير كيشوف وما عارفش بان شيرين كتخسر له البيع، وبغاتو وقتاش يجري عليها من الخدمه. وفي ديك اللحظه اللي كيتصل بها باها عمر تيقول لها شوفي ما تعطليش في الخدمه، تلقاي المستاجره اللي كرينا ليها البيت ديالك، ما تعطليش انا ما غنكونش وماماك ما غاديش تكون، وضيفيها وتهلاي فيها. وهي طالع عليها الدم ما عجباش الحال. اما منار اللي جالسه هي وليداتها في الجلده يعني كيتمشاو، وقال لها ولدها نلعبوا في الترامبولين، قالت لي من فيا ما نلعب. وجيهان قالت لي هي ما فيها ما يلعب اخويا. هما يقول لي شوف رحنا غنلعبوا واحد اللعبه اليوم في الغرفه ديالنا. قال لهم واش بابا غادي يلعب معنا؟ قالت لي لا، ولكن باباك غيكون خارج اللعبه بلا ما يسيق هو الخبر. قال لي صافي متفق معكم. ايوا ولكن ديك اللحظه فاش كان جاي صابر شافوا ولدو فاروق وبقى غادي كيجري عنده، قال لي بابا غنلعب واحد اللعبه اليوم في الغرفه ديالنا. قال لي واش نلعب معكم؟ قال لي لا هذه لعبه سريه صافي. وهنايا في هذا المشهد كنشوفوا منير اللي كيقول لجواد راه عازمي خويا اتصل بيا وقال لي نديروا واحد الهدنه بلا ما بين العائلات، يعني ما بقاش هذا الشجر بيناتنا. وقال لي جواد شنو بان لك؟ قال لي انا ما كنثيقش خويا. قال لي المهم لاهيه وحتى نشوفوا شنو غادي نديروا. هو يقول لمنير يلا سير دابا قدي شغالك. وفي ديك اللحظه اتصل بشيرين وقال لها واش تخرجي نتغداو عفوا انا وياك؟ قالت لي لا راه واحد المستاجره غتجي عندنا وراك عارفين انا خدامه في الثوب وطلع لي الدم. قال لها صافي دابا نلقاو شي حل. وقالت لي انا قربت من الدار، ملي وصلت للدار تفاجات لقات البنت اللي كراو ليها هي نفسها البنت اللي دابزت معاها في المقهى ديال عمران، وطلع ليها الدم بزاف وبقات تخزر فيها لانها ما حملتهاش تكون معاهم. اما خديجه وعمر في هذا المشهد اللي كيهضروا على البنت وكيقول لها عمر راه بنتنا تدير المشاكل. قالت لي خديجه لا تا هاد البنت راه كتبان ليا يعني ماشي سهله. راه اللحظه اللي جات شي المقهى ديال عمران لقاتها كتهرس في الصحون. ايوا وصافي عمر بقى غير كيشوف وهي تقول لي اجي نقول لك بعدا انت فين تعطلتي البارح في الليل شفتك جيتي متاخر؟ قال لها رانا لقيت خدمه نسيت ما قلتها لك. قالت لي شنو الخدمه هذه؟ قال لها خدمت مع الطبيب. قالت لي اين طبيب؟ قال لها الطبيب اللي كاين في الدرب ديالنا. قالت لي هو راه معاه واحد السيد قال لها راه شي التقاعد. قالت لي والسيده؟ قال لها راه خدام انا وياها، كاينه السيده وكاينه حتى انا. قالت لي شوف المهم ما يكونش شي عمل اللي هو متعب ويكون صعيب، راك عارف عندك القلب وصحتك على قدك. اما في هذا المشهد كنشوفوا جيهان وفاروق اللي هبطوا عند باهم صابر وكيقول لي بابا تصبح على خير وقال لي واش نجي نلعب معكم. قالت لي بنتو جيهان لا هاد اللعبه غير شخصين او ثلاثه فقط وحنا غير ثلاثه صافي. وملي كانوا غاديين تلقات ليهم ريم وهي تعنق فاروق قالت لي تصبح على خير وقالت لجيهان تصبحي على خير. اما جيهان ما كتحملش ريم قالت لها تصبح على خير بالنفخه وطلعت عند ماماها. وصابر كان تيشوف داك المنظر هو يقول لريم عافاك لا ما ردي بالك من الوليدات راه جيهان ما كتحملش التقرب ديالك من فاروق، كيجيها بحال كيخون امها بالطريقه ديالك. قالت ليه شنو درت انايا؟ هو اللي جا سلم عليا، انت التواجد ديالي اللي ما كيعجبكش هنايا، شنو بغيتي ندير للولد واش بغيتيني ندفعو؟ انا درت هادشي على حسن نيه صافي. هو يقول انا قلت لك غير انتبهي وصافي. اما هنا منار ملي دخلت شافت وليداتها كيتناقشوا جيهان وفاروق على ريم، قالت لهم شوف هذا ماشي موضوعنا، هذه كتبقى مرت باباكم وبات خوتكم ما تعاملوش هكا. المهم حنا غنركزوا على اللعبه ديالنا في الليله نعسوا حتى نفيقكم. هنايا عمر في العشاء كيتعشاو هما ودليل وخديجه وشيرين كيسولها اش كيجيك عمران؟ قالت ليه ولد عمي. وقال لها وقتاش بديتي الخدمه؟ قالت لي يومين هادي ولكن راه جرى عليا اليوم. بقات تقول لها عمر كيفاش جرى عليك؟ قالت لي ما تخافش المهم الايجار غادي يخلصوا لكم. وهي تقول لها شيرين علاش جرى عليك؟ قالت لها بسبب واحد المجنونه دابا الثانويه وياها كتقصد يعني شيرين لحقاش شيرين هي اللي عاودت لعمران بانها كانت تهرس تباصل وبديك التصرف جرى عليها عمران من القهوه. اما اللحظه الموعوده ديال منار اللي كانت غادا هاربه هي وليداتها وخلات حتى كلشي نعس وتطلع على
صابر لقاتو ناعس وهي تهبط هي وليداتها وكتقول لهم ما ديروش الحس. واحد الوقيته ناضت الخادمه تشرب وناضوا تخزنوا في واحد القنت. اما عارف كيتسناهم بعد ما كانت صيفطات ليه منار رساله قالت لي حنا غنخرجوا دابا. وملي دخلوا لواحد البيت، ماشي بيت وانما كوزينه، قالت ليها بنتها ماما راها بارده، وقال لها ولدها ماما راه بارده. قالت لهم غنخرجوا غنركبوا في الطوموبيل. قال لها فاروق علاش نركبوا في الطوموبيل؟ قالت ليه غنركبوا في الطوموبيل باش نكملوا اللعبه ديالنا وصافي. وقلبت على الساروت باش تحل داك الباب ما لقاتوش. وهو يشوف فاروق معلق في واحد القنيز مدرق ويقول لها ماما ها هو الساروت. هي تقول ليه برافو عليك، وهي تجبد الساروت وهي تحل وتتاكدت من الحراس انهم بعاد من داك البلاصه. كطل هكا كطل حتى لقاتهم ما كاينينش. وقالت لهم شوفوا دابا خرجنا دابا. اصعب مرحله هي اننا خصنا نجريو باعلى القوه ديالنا ونمشيو نيشان عند عارف ونركبوا معاه في الطوموبيل. هذه هي اللعبه ديالنا غنكملوها في هذه اللحظه. ديك الساعات بقاو كيجريو هي وليداتها كل من فاروق وجيهان، وعارف كيتسنى فيهم. غير وصلوا عند عارف للسياره ديالو ديك اللحظه تيبان صابر وتيغوت منار باحر جهده وهو معصب. وتفاجات منار وتفاجأ عارف وتفاجأت بنتها جيهان ملي شافوه. اما فاروق تيسحب راسو غير كيلعب، بقى غير كيشوف وكيتبسم. وكانت هذه الحلقه ديال اليوم. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك